نعم، أنا أعتقد في مصلحة الأمة ككل، لأن التيار الجهادي أولا ليس تيارا جاء من ردود فعل الواقع هناك. التيار الجهادي في الأمة تعتمد على النصوص، على أدلة من القرآن والسنة. فالتيار الجهادي بالأصل مثل ما كان تيار الإخوان، مراحل أمتنا بعد فترة الاستعمار مرت بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة استيعاب الصدمة الاستعمارية بعد الحرب العالمية الأولى، والتفتيت بلادنا أمتنا إلى 56 دولة و76 أقلية، واضطهدت كلها أنظمة فالس، أنظمة كلها مزورة، ملكية لكن ليست كملكية دستورية بريطانية، برلمان لكن ليس كبرلمان فرنسا، قوانين لكن ليس كقوانين السويد، إعلام لكن ليس كإعلام حر، كلها كانت مزيفة. فهذه العلمانية التي بدأت تحكم أو سلمت إليها زمام الحكم، الإسلاميون بدأوا من الناحية الفكرية عبر الإخوان المسلمين منذ عام 1928، الإمام البنا رحمه الله، ثم المودودي في عام 1941، والشيخ محمد ناصر في أندونيسيا. هذه 3 حركات أم الحركات الإسلامية. هذه المرحلة بدأت بعودتنا إلى ديننا فكرا وممارسة، نظرية وتطبيقا، أو كما يقول القرآن إيمانا وعمل صالح. فإلى عام نهاية 70 جاءت ثورة الإمام الخميني وجهاد الأفغاني وقتل السادات، ثم التأصيل الشرعي للعمل الجهادي عبر الدكتور عبد الله عزام وعلي بالحاج، الدكتور عمر عبد الرحمن فك الله أسره، وعبد القادر عبد العزيز. ثم جاءت المرحلة الثانية ما بعدهم أيضا، تأصيل العمل الجهادي كعمل مستقل عن عمل الفكر الإخواني. فالجهاديون مدرسة لهم رؤيتهم، نعم يخطئون هنا وهناك، لكن الواقع أيضا يثبت أن إذا كان الغرب لا يسمح بالإخوان المسلمين في مصر يصلوا إلى الحكم عبر الانتخابات حرة نزيهة، وأناس شرفاء كرام صابرين خرجوا من محنة إلى محنة إلى محنة، إلى أن اختار الشعب 17 مليون اختاروا محمد مرسي فك الله أسره. ثم إذا أنتم ما توافقون على الإخوان، يعني هل يحق لي أن أقتل يهودي لأن بنيامين نتنياهو قتل أخواتنا وإخواننا في فلسطين؟ أنا لا أمارس مثل ذلك. لكن في بلادنا ملك لنا، نحن الذي نحكم برؤيتنا، ورؤيتنا تنبثق من قرآننا وسنتنا. 1291 سنة شريعتنا هي التي كانت تحكم نصف الكرة الأرضية، فنعيد شريعتنا ونعيد دولتنا واقتصادنا ورؤيتنا لحياتنا. لا يكون للغربي، لأي غربي مهما يكن، حق التدخل ولو في أي جزئية صغيرة. فقيمنا ليس أشرف من قيمنا، بلادنا نحكمها. انظر إلى ليبيا وانظر إلى مصر، الفارق كبير.